بالصورة جيمس جاستس. ايضا هذا نضال غانم مدرب فريق الدفاع الجوي. توجيهات منذ بداية هذا اللقاء. اكيد الدفاع الجوي اذا ما انتصر في هذا اللقاء سوف يحلق وحيدا في الصدارة. اكيد بعد خسارة دجلة الجامعة الامس امام الكرخ. الدفاع الجوي يطمح للصدارة في هذا اللقاء. حسان علي محاولات جيمس جاستس كويك شوت تصويبه ضاعت. ايضا البوكس اوت حاضر من داريوس جونسون. تفكير الهجومي درايف كيك دبل اوت سمرز 3 بوينت. قاتل هذا اللاعب من المسافة البعيدة حلوة لديوان سمرز. ايضا لاعب عنده تجارب سابقة كثيرة. اكيد كانت البداية مع ديترويت بيستنز هناك في الان بي اي. اكيد واضافة كبيرة لفريق الدفاع الجوي. كرة من حسان الفنان بالدرايف. حسان علي لاعب الشوتنج جارد يختار الاختراق ويسجل. يرد عليه بالمباشر علي مؤيد الواضح امامنا بالصورة. ايضا لاعب الباور فورورد يرد بسرعة على فريق الشرطة بالنقطتين. محاولة للقيثارة أنتوان ويجنز على الباك بورد ايضا يسجل. ليس الفارق 8-4 النتيجة. هذا الواضح امامنا من النيو لوك الجديد تسريحة جديدة. لاعب أنتوان ويجنز فارق 4 نقاط. دي جي 1 على 1 تصويب 2 بوينت بالنسبة لهذا اللاعب. ما اتحدث عن انه الكرة ايزي 2 بوينت لان اللاعب عنده نسب عالية على الميد رينج. اكيد نقطتين لدي جي على الباك دور. ايضا يحصل على الخطأ حسان علي. حلوة يا حسان المرة الثانية بالاختراق. الأولى سجل نقطتين والثانية يحصل على الخطأ. توجيهات مستمرة أيضا والحديث كوتش خالد يحيى مع ركان عثمان. هذا الواضح أمامنا بالصورة. حسان علي عبد الله رميتين حرة. انتظار التنفيذ على مستوى خط الرميات الحرة. واضح امامنا بالصورة. حسان علي عبد الله يحصل على الرميتين. اولى الرميات حسان علي بنجاح. يمتلك ستايل تصويب رائع جدا. حلوة يا حسان. الرمية الثانية بنجاح ايضا 100% نسبته 4 نقاط. الولي حسان علي. كرة ومحاولة بالانسايد. ايهاب ممكن 1 على 1 لاعب منتخبنا الوطني. ايهاب يحاول بالريفيرس يتعرض للبلوك شوت. حلوة لمحمد صلاح. الدفاع التحولات الهجومية. حسان ايضا تنسلق منه الكرة. تحول علي مؤيد 2 بوينت. لاعب منتخبنا الوطني. استمرار التوجيهات. نضال غانم منذ البداية بدأ يطيح بالمنافس في حامل لقب الدوري. اسماء مهمة ايضا يمتلكها فريق الدفاع الجوي في هذا الموسم. يعتقد على مستوى المحترفين ويمتلك التوب. تحدث عن يونيك ماكلين ايضا هذا الواضح امامنا بالصورة. دي جي وايضا تواجد لدوان سمرز. اسماء المحلية ايضا تواجد علي مؤيد ايهاب حسن عباس حكمت. اسماء جيدة يمتلكها نضال غانم. كرة للقيثارة جيمس جاستس. جيمس دبل جي يحصل على الخطأ. خطأ لمصلحة واضح امامنا بالصورة جيمس جاستس. خطأ من الحد الجانبي. جيمس محاولات درايف على الباك دور. خطأ لمصلحة ركان عثمان. حلو الاسيست الاخير. عدم ايجاد الحلول بالنسبة لفريق الشرطة. لاعبين تحرك على مستوى الباك دور على مستوى الفيكات. تحركات مهمة اكيد من اجل كسب النقاط والاخطاء من الفريق المنافس.
حاليا شاهد تواجد بالتشيك ان الدخول لعباس حكمت لاعب الشوتنج جارد بديلا لإيهاب حسن. بريكان الأولى ضاعت. هذا اللاعب القادم من نفط الشمال أكيد سبق هذا اللقاء مباراة جمعت بين الحشد الشعبي والكهرباء، انتهت لمصلحة فريق الحشد الشعبي بنتيجة 85-75. نعود لأجواء هذا اللقاء. لكن عثمان سجل رمية واحدة من أصل رميتين، وجود أيضا صافرة وتيرنوفا. تنتقل الحيازة لمصلحة فريق الشرطة. محاولات جيمس جاستس صانع الألعاب، نايس اسيست محمد صلاح، سلام دانك، ويا محمد يحتفل بطريقته. محمد شاهد الاسيست والسلام دانك حاضر. محمد صلاح الخفاجي يضع البصمة في هذا اللقاء ومنذ البداية. كرة ضاعت على الدفاع الجوي. الشرطة أصبح أنشط في هذه الثواني وهذه اللحظات. جيمس جاستس درايف سكور لياب نقطتين، ويا جيمس فريق الشرطة بس الفارق أصبح نصف سلة. دي جي أحد الحلول المهمة. عباس حكمت 3 بوينت، ضاعت الكرة. الصافرة أكيد تحضر. انتقال الحيازة لمصلحة فريق الشرطة. هذا صاحب الإسلام دانك الأخير أكيد يبتسم محمد صلاح الخفاجي. صراع أسفل السلة أكيد راح يكون ما بين إيهاب ومحمد صلاح. اقتربنا أكيد من انتصاف الفترة الأولى. أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، حيازة رفقة فريق الشرطة. جيمس جاستس على 3 بوينت، تصويب بنجاح. ثقة كبيرة يمتلكها هذا اللاعب، أخذ تصويبة سريعة جدا. الشرطة اليمناويين على الفوز. ثقة كبيرة أكيد للحكم على نتيجة هذا اللقاء. شاهد الدفاع المثالي والفاست بريك، تفوق. صافرة تحضر، خطأ لمصلحة أنتوان ويجنز. خطأ بإشارة من الحكم الدولي الواضح أمامنا بالصورة، دكتور علي سموم. أكيد واليوم أيضا يصادف عيد ميلاد حكمنا الدولي سموم. كل عام وأنت بخير حكمنا علي سموم. أكيد مزيد من التألق والتوفيق في حياتك. أكيد في نفس يوم عيد ميلاده أيضا أصدر كتابين دكتور علي سموم، والكتاب قانون كرة السلة التحديثات الجديدة، وأيضا قياس والتقويم بالتربية البدنية. أكيد دكتور علي سموم اسم كبير في عالم التحكيم، أتمنى له النجاح والتوفيق في حياته الأكاديمية. أولى الرميات بنجاح. نعود لأجواء هذا اللقاء. أنتوان ويجنز ثانية ضاعت. أين الريباوند؟ الدفاع الجوي. دي جي سامرز الاسيست، يحصل على الخطأ. رميتين حرة لديوان سامرز. صافرة أيضا حاضرة في هذه اللحظات. هناك تكنيكال فاول بسبب الاعتراض. تكنيكال فاول بإشارة من الحكم نائل طالب. شاهدت إشارة من الحكم صافرة للتكنيكال فاول، لكن بعد ذلك ألغى القرار على العموم. ديوان سامرز الأولى بنجاح، الواضح أمامنا بالصورة. الثانية بنجاح لسامرز، 5 نقاط لهذا اللاعب وثلاثية واحدة.
هذه الإحصائيات إلى غاية الآن. ريكان عثمان تقمص دور صانع الألعاب في هذه اللحظات. ريكان behind the back، السكيلز، المهارة، محاولات حسان إلى ريكان من جديد، درايف، اسيست، سلام دانك. محمد صلاح الباك تو باك يفرض السلطة، سلام دانك رائع جدا. اسيست والبداية من ريكان والفينش عن طريق محمد صلاح. شاهد على الإعادة، حلوة يا محمد، باور سلام دانك أخير، حلوة لفريق الشرطة. إثارة، استفاقة كبيرة في بداية هذا اللقاء والتقدم. إذا أحبتي المتابعين والمشاهدين، الشرطة 17 نقطة، الدفاع الجوي 14 نقطة، مع وجود تايم اوت، وقت مستقطع لفريق الدفاع الجوي. عودة من جديد أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. بعد الإسلام دانك الأخير من محمد صلاح، اضطر الكوتش نضال غانم لطلب الوقت المستقطع، محاولات إيجاد علاج دفاعي وهجومي. كرة محاولة، سامرز فيد اواي، تاف شات، لكن سامرز يسجل بنجاح. هذا الواضح أمامنا بالصورة، رايح على 7 بوينت، قريب من الدبل فيجرز في بداية هذا اللقاء. كرة للقيثارة، ريكان عثمان، درايف، قتال على الكرة، حسان، نايس اسيست، ويجنز، اول داي اول نايت، حاضر منذ البداية، نايس فينش باللقطة الأخيرة، لكن الاسيست كان حاضر من حسان علي على الباك دور، متواجد لاعب أنتوان ويجنز ويسجل بنجاح. كرة للدفاع الجوي، ضاعت، تيرن اوفر، جيمس جاستس، اللونج باس، غياب التناغم والتفاهم في هذه اللقطة أدى إلى التيرن اوفر. الابتسامة حاضرة من الدبل جي، أيضا هذا الواضح أمامنا بالصورة. ذو الفقار فاضل حاضر بالتشكيل الخماسي بالنسبة لفريق الدفاع الجوي. دي جي في صناعة اللعب، داريوس جونسون، داريوس، سامرز، باك تو باك 3 بوينت، ضاعت على لاعب ديترويت بيستنز هناك في الان بي اي سابقا. جيمس جاستس في صناعة اللعب، اخذ السكرين من محمد صلاح الى البيك اند رول، جيمس كويك شوت، نايس، حلوة النقطتين. جيمس جاستس ايضا حاضر اون فاير في هذا اللقاء، حلوة لفريق الشرطة. تقدم حاليا الشرطة 21-16 الدفاع الجوي. دقيقتين 54 ثانية متبقي على انتهاء الفترة الأولى. كرة للدفاع الجوي، داريوس، محاولات، ذو الفقار 3 بوينت، سجل بنجاح. تصويبة فيها بعض الحظ لكنها مشت وسجلت، حلوة لذو الفقار. كرة لجيمس جاستس، نايس فيك، البلوك شوت، الدفاع الراقي جدا من علي مؤيد. الفاست بريك 4-على-1، ايهاب باليد اليسار، فنش يا ايهاب لاعب السنتر. نقطتين ايضا، تاي جيم حاضر، 21 نقطة لكل فريق.
كرة للقيثارة، محاولات اكسترا باس، تدوير 3 بوينت. ضاعت الكرة على اللاعب حسان علي. التحول الهجومي، سرعة علي مؤيد بالريفيرس يحاول. أين الريباوند؟ ريباوند مع إيهاب. التفكير الهجومي، ذو الفقار، تصويب والشوت، الاقتبال، يضرب من الداون تاون. هذا الواضح امامنا بالصوره. ذو الفقار فاضل تحمل المسؤوليه بهالتصويبه، تصويبه اوبن شوت مثاليه لذو الفقار فاضل يعطي بها التقدم لمصلحه فريق الدفاع الجوي. حلو الاداء من الفريقين، لكن حاليا تنقلب الامور، يتقدم فريق الدفاع الجوي. الدفاع الجوي 24 نقطة 21 نقطة. الشرطة مع وجود تايم اوت ووقت مستقطع للقيثارة. من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين بعد 6 نقاط سريعة لذو الفقار فاضل أعطى بها التقدم لمصلحة الدفاع الجوي. ذهبنا للتايم اوت وهنا العودة والهجمة لمصلحة الشرطة. في هذه اللحظات تبادل الكرات، جيمس جاستس كان شوت عنيف جدا هذا اللاعب على مستوى 3 بوينت، اسم خطير جدا. نقطة العاشرة حلوة لجيمس جاستس. تاي جيم حاضر. إيهاب ممكن على 3. إيهاب محاولات ستيل ناجح. تفوق الهجومي حسان ممكن 2 بوينت ويا حسان وللشرطة. عودة التقدم للقيثارة في هذه اللحظات. 6 نقاط لحسان علي عبد الله. الأداء من قبل الفريقين منذ البداية. آخر الثواني سمرز ضاعت على 2 بوينت. حاول من داخل القوس حسان علي. تدوير، محاولات. أنتوان ويجنز، جيمس جاستس، حسان 3 بوينت. تصويره ضاعت. هنا الريباوند مع ذو الفقار فاضل. التحولات الهجومية، دي جي تصويب، ضاعت هذه الكرة. ثاني المحاولات أيضا إيهاب على الريباوند الهجومي. ممكن 1 على 1 يا إيهاب على اللو بوست. نايس اسيست بالريفيرس بالاند 1. سجل دوان سمرز. بعد اسيست رائع جدا من إيهاب حسن. حلو التمركز الأخير من سمرز. حلو الاسيست من إيهاب حسن. رمية إضافية تحصل عليها سمرز في هذه اللحظات. شاهد على الإعادة، على الدروب باس، على البين زون وبالريفيرس. الفينش مثالي باللقطة الأخيرة. حلوة للكوتش أيضا نضال غانم. استمرار التوجيهات. ناوي على الصدرة هذا اليوم يا نضال غانم. كرة ضاعت على سمرز. 26 نقطة لكل فريق. سمرز 9 نقاط. آخر الثواني حسان يسجل بنجاح. عفوا هذا ريكان عثمان. يا ريكان آخر ثانيتين. دي جي ممكن التصويب والصافرة تحضر. تنهي أحداث الفترة الأولى. فريق الشرطة 28 نقطة، فريق الدفاع الجوي 26 نقطة. استراحة قصيرة ومن ثم العودة أحبة المتابعين والمشاهدين. لا تذهبوا بعيدا، لدينا المزيد.
جديد احبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكه الاعلام العراقي. بدايه الفتره الثانيه في هذا اللقاء الممتع جدا. شاهدنا فتره اولى مثاليه على مستوى الثري بوينت، على مستوى الدانكات ايضا كان محمد صلاح على الموعد. اول درايف في هذا الكوارتر، هاند كيك مع ذوالفقار، ضاعت الكره. ريباوند الهجومي ايهاب حسن، تهجئه الاوضاع، بحث عن صانع الالعاب، كره على اللو بوست. سامرز ممكن على الباك بورد، سجل بنجاح. تاي جيم يعود من جديد. 28 نقطه لكل فريق عن طريق هذا الواضح امامنا بالصوره الاكس ام بي اي دوان سامرز. صافره تحضر في هذه اللحظات، خطا لمصلحه القيثاره. هذا الواضح امامنا بالصوره ايضا انطوان ويجنز، خطا ورميتين. نضال غانم مستمر بالتوجيهات. نضال غانم اكيد حامل لقب الدوري مع فريق الدفاع الجوي، وتحصل على اللقب كلاعب وكمدرب. بالنسبة لأفضل مسجلي هذا اللقاء إلى غاية الآن، سامرز ب 11 نقطة، مقابلة من فريق الشرطة جيمس جاستس ب 10 نقاط. هذه على مستوى أفضل المسجلين إلى غاية الآن. حديث بين حكام اللقاء حاليا. القرار كان أن هناك رميتين حرة، هل هناك تعديل للقرار؟ راح تكون الكرة من الحد النهائي. إذن كرة من الحد النهائي للملعب. قيثارة بالحيازة، جيمس جاستس في السكرين، محاولات السكيلز والمهارة. 3 بوينت، تصويب عنيف جدا مثل ما تحدثت. هذا اللاعب اكيد يحتاج الى ضغط دفاعي. حاليا على 13 نقطة الدبل جي جيمس جاستس، لاعب مخيف، صانع العاب مثالي بالنسبة لفريق الشرطة. كرة ومحاولة، دي جي اضاع الكرة الأخيرة. فاست بريك والتحول، جاستس محاولات، 2 بوينت ضاعت. اين الريباوند؟ ايهاب يقاتل على الريباوند الدفاعي والتحول. انفقار فاضل، كرة من البيز لاين، 2 بوينت حلوة للاعب دوان سامرز. بالريفيرس لياب يسجل ايضا، الواضح امامنا بالصورة. خطين سريعة لهذا اللاعب، فارق نصف سلة، لكن يبقى الشرطة متقدم. كرة لحسان من الداون تاون، التخصص لاعب الشوتنج جارد ايضا، يرد بالمباشر ويسجل على 3 بوينت. فارق اصبح 4 نقاط. كرة من اجل الرد، سامرز ممكن 3 بوينت. اشتعل اللقاء احبتي المتابعين والمشاهدين، ماذا يحدث؟ حرب الثلاثيات مستمرة في هذا اللقاء. سامرز يرد ايضا على حسان علي، فارق يرجع للنصف سلة. محاولات انطوان ويجنز، تدوير حسان علي، درايف فلوتر على الباك بورد لحسان علي، تحمل المسؤولية في هذا اللقاء. شاهدنا على 3 بوينت مبدع، وايضا على مستوى الاختراق وال2 بوينت ولحسان علي. فارق 3 نقاط حاليا. ايهاب حسن على الارك، سويب قصيرة ضاعت. جيمس جاستس فاست بريك، 1 على 1، تهدئة الاوضاع. جيمس يسجل بنجاح، ضاعت هذه الكرة عفوا. عين الريباوند ايهاب، التحول الهجومي ايهاب ممكن. ذوالفقار بالريفيرس ايضا، نقطتين. ذوالفقار فاضل يسجل بنجاح اكيد، ويلعب امام فريق السابق. هذا الواضح امامنا بالصورة. ايضا ذهب على الدبل فيجرز، 10 نقاط، ثلاثيتين يمتلكها ذوالفقار فاضل في هذا اللقاء. كرة للقيثارة، محاولات من الميدل، تصويب. عين الريباوند، انطوان يكمل على الكرة ويسجل. تعال المحاولات حلوة للواضح امامنا بالصورة.
نجم نادي النفط سابقا والمتحصل على لقب الدوري رفقة هذا المدرب ايضا. ويجنز يسجل بنجاح، تقدم لمصلحة الشرطة مع وجود تيرنوفر، تفوق ريكان بالليفت هاند باليد اليسار، فنش الكرة الأخيرة للشرطة. الخمس نقاط حاضر في هذا اللقاء المشتعل. كرة لدي جي ممكن على الباك بورد، صفرة تحضر، خطأ لمصلحة داريوس جونسون. ايضا هناك بديل ثالث ومحترف مع فريق الدفاع الجوي، تحدث عن يونيك ماكلن. الجهة المقابلة ايضا تواجد لتايري كرامب مع القيثارة، والرميات بنجاح لدي جي. هذا الواضح امامنا بالصورة، داريوس جونسون. ضاعت مع وجود ريباوند هجومي. ثاني المحاولات، داريوس خطير جدا على الواحد على واحد، محاولات على اللو بوست، كيك ذا بول اوت، الفقار حاول على الباك بورد. الثري بوينت ضاعت، التحولات الهجوميه، نايس اسيست والفول سلام دانك حاضر، والبصمه من انتوان ويجنز. 9 نقاط لهذا اللاعب، شاهد على الاعاده، فاست بريك المثالي الاخير، النشأة انتوان ويجنز، الطيران الاخير حلو. الاداء من الفريقين، اكيد هناك ايضا نقطتين، 3 نقاط لمصلحة فريق الدفاع الجوي، لكن يبقى تقدم لمصلحة القيثارة. محاولات انتوان يسجل بنجاح، احترام حاضر فريق الدفاع الجوي، يطالبون بمخالفة المشي بالكرة، لكن هناك نقطتين تسجل لصاحب ال 11 نقطة انتوان ويجنز. كرة لدي جي، ستيب باك، تصويب صعبة جدا، هالتاف شات، تصويبة صعبة ضاعت على الدفاع الجوي. انتوان ويجنز يتحمل المسؤولية، تصويب، ضاعت الكرة على 3 بوينت، كان من الممكن تهدئة الأوضاع، تدوير الكرة والتسجيل يا انتوان. سامرز تصويب، كرة ايربول، ضاعت، تيرن اوفر حاضر على الواضح امامنا بالصورة، دوان سامرز. شاهد ايضا هناك عودة لعباس حكمت بالتشكيل الخماسي بالنسبة لفريق الدفاع الجوي. تبديلات مستمرة بين مدربي الفريقين، خروج انتوان ويجنز ودخول دي تايري كرامب، ايضا هذا الواضح امامنا بالصورة. جيمس جاستس في صناعة اللعب، محاولات، تصويب، 3 بوينت، ضاعت الكرة، مؤيد، الريباوند الدفاعي، تحول دي جي يسجل بنجاح، ضاعت، اين التكملة؟ ريباوند عباس حكمت الى ايهاب، ممكن 1 على 1، سبين موف، تصويب على الباك بورد، حرب بين لاعبي الارتكاز، محمد صلاح وايهاب حسن، 4 نقاط لايهاب. كرة لجيمس جاستس، لمسة خرافية يمتلك هذا اللاعب، خاصة على مستوى 3 بوينت، أداء راقي جدا من الدبل جي في هذا اللقاء، 47-41، ضاعت على الدفاع الجوي. جيمس جاستس في صناعة اللعب من جديد، جيمس إلى حسان، محمد صلاح، محاولات، تصويب، ضاعت على 2 بوينت، ضاعت هذه التصويبة. محاولات من دي جي، يونيك ماكلن بالفلوتر، ريباوند الهجومي الى دي جي، تصويب حلو، هالبلوك شوت حلو يا حسان، دفاع رائع جدا من الشرطة. محاولات، اولا سلام دانك الثالث على التوالي. محمد صلاح يمتع ويقنع في هذا اللقاء منذ البداية، اون فاير. يتلقى التحية من نور الضرار، حلوة لمحمد صلاح،
استعراض وايضا بالتخصص. نعم حقك اكيد ان تفرح. هذه ايضا 3 بوينت السريعه جدا لجيمس جاستس. وسع فارق فريق الشرطه. حاليا ذهبنا الى ال8 نقاط فارق بين الفريقين. الشرطه 49 41. الدفاع الجوي تايم اوت، وقت مستقطع لفريق الدفاع الجوي. من جديد أحبتي المتابعين والمشاهدين، عودة لهذا اللقاء الساخن جدا والمشتعل. فارق حاليا لمصلحة فريق الشرطة. أين التعويض في هذه اللحظات؟ دي جي بالحيازة، محاولات بالريفيرس، سجل بنجاح. طريقة صعبة جدا. أب أند أندر، مهارة أكيد كبيرة يمتلكها دي جي. تايري كرام بعد 3 بوينت، تسوية مستعجلة جدا. هجمة مهمة لمصلحة يونيك ماكلين. يونيك، محاولات إيهاب، تدوير عباس حكمت على 3 بوينت. الرياضيات 1 زائد 1 يساوي 2. وفي الباسكت بول أكيد أن تترك هذا اللاعب أوبن شوت راح يعاقبك بال3 بوينت، والعقاب يكون كاش. حلوة لي عباس حكمت اللاعب القادم من محافظة البصرة. حلوة لعباس على 3 بوينت، لاعب شوتنج جارد. كرة من أجل الرد جيمس جاستس. محاولات فريكان أوبن شوت أيضا ضاعت على الشرطة. ضاعت والصفرة تحضر. هناك خطأ متعمد، خطأ لمصلحة، واضح أمامنا بالصورة أكيد. بالسلامة لعباس حكمت صاحب 3 بوينت الأخيرة، يتحصل على الخطأ. خطأ متعمد، رميتين حرة مع حيازة. شاهد على الإعادة ماذا حدث. نعم هناك ضرب متعمد من اللاعب حسان علي. راح تكون هناك عودة لتقنية الIRS. ماذا سيحدث؟ دقيقة 51 ثانية متبقية على انتهاء الفترة الثانية والشوط الأول. شاهد أيضا دخول لأحمد فرحان بالتشكيل الخماسي. أكيد مثل ما تحدثت خطأ متعمد لمصلحة فريق الدفاع الجوي. جود كول لحكم اللقاء. أولى ضاعت على اللاعب عباس حكمت. حاليا هناك انطفاء للتيار الكهربائي. استمرار المعاناة منذ بداية الدوري. صراحة الأمر وقفة طريقة أعلق بها على ما يحدث. تكررت هذه الحالة أكثر من مرة. أكيد المناشدات مستمرة إلى وزير الشباب والرياضة، أيضا إلى اللجنة الأولمبية، وإلى السيد رئيس الوزراء. في قادم الأيام أيضا لدينا منافسات في بوصل مباريات المنتخب العراقي. ماذا سيحدث؟ هل ستستمر هذه المعاناة؟ سأدع الصورة هي من تتكلم.
من جديد أحبتي المتابعين والمشاهدين، عودة لتكملة أحداث هذا اللقاء. دقيقة 51 ثانية متبقية مع تسجيل رمية من 2 بالنسبة لعباس حكمت. بالنقطتين لمصلحة الشرطة. كرة محاولة دي جي داريوس جونسون إلى إيهاب حسن 1 on 1 على اللو بوست. كيك ذا بول اوت. دي جي 3 بوينت خسر ضاعت. أين الريباوند؟ مؤيد ريباوند تحضر. تبقى الحيازة لمصلحة فريق الدفاع الجوي. يكون هناك تحدي مدرب الفريق على اللقطة الأخيرة. حكمنا واضح أمامنا بالصورة هوار حسن. أكيد هناك عودة لتقنية الIRS. مشاهدة الحالة الأخيرة. على من كانت اللمسة الأخيرة؟ شاهد بالإعادة. هل هي على اللاعب علي مؤيد؟ انتظار عودة الحكام من تقنية الIRS. الشرطة في المرحلة الثانية. الفوز على غاز الشمال 89-79. ايضا الفوز على دربندخان. اكيد فريق دربندخان انسحب من منافسات الدوري. نتائج جميعها تشطب. ايضا فوز على زاخو بفارق 5 نقاط 90-95. وخسارة للشرطة في اللقاء الأخير أمام الحشد الشعبي نتيجة 80-77. الحشد الشعبي يقدم أداء راقي جدا خاصة في بداية المرحلة الثانية. بصمات الكوتش علي فرحان واضحة على فريق الحشد الشعبي. تقدم بالمراكز حاليا فريق الحشد الشعبي بالمركز الثالث. نعود لأجواء هذا اللقاء. محاولات ريكان عثمان بالهاند اوف مع جيمس جاستس. ريكان بيهايند ذا باك. محاولات بالسكيلز والمهارة والتصويب. ريكان عثمان اون فاير في هذا اللقاء. حلوة لريكان. نقطتين من اجل الرد. ايضا ضاعت الكرة على الدفاع الجوي. التحول الهجومي. تهدئة الاوضاع. جيمس جاستس. احمد فرحان لاعب الشوتنج جورد اون فاير ايضا. قادم فريش ايضا من مصطبة الاحتياط بالتشكيل الخماسي. يضرب من الكورنر. غضب شديد من نضال غانم على ما يحدث. تقدم لمصلحة الشرطة. كرة من أجل الرد. علي مؤيد درايف على الباسكت باليد اليسار. 2 بوينت. علي مؤيد لاعب البار فورورد يسجل 6 نقاط لهذا اللاعب. 6 بوينت هي أرقام علي مؤيد إلى غاية الآن. جيمس جاستس. محاولات أنطوان ويجنز. تيرا راوند. تصويب. ضاعت الكرة. ريباوند حلوة لراكان لاعب نشط جدا. كرة محاولة. جيمس جاستس. 2 بوينت. توب شوت الأخيرة من المسافة المتوسطة. ولا غير الواضح أمامنا بالصورة. حلوة لجيمس. تصويبة أيضا. تحضر ثنائي أحداث الفترة الثانية. الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة. الشرطة 56 نقطة. فريق الدفاع الجوي 49 نقطة. عودة لتكملة أحداث هذا اللقاء. لا تذهبوا بعيدا. تكرموا بالبقاء معنا.
بشموخ خبرة منه أتقدي شوت قرتي ووت ماني ولا أنا جاري مسكنا لا مش ميت النوم شكل القرقاني بوكي مسماني أكل الليل باي من النوم بالغيب شموم خبرة منه أتقدي شوت خبرتي ووت ماني والآلا جار مسكنا هي وداوى هي والخبصيانا هي ويتعلقنا للفرقانا ويلي همزة متاب وما تكون ناشا ويا ولو ما تكون خضروشا أتوت هي ويمقام يوم دويتي أتوت فرقاني بشنة سروتي لا مش ميت النوم شكل القرقاني بوكي مسماني أكل الليل باي من النوم بالغيب شموم خبرة منه أتقدي شوت خبرتي ووت ماني والآلا جار مسكنا أمري أي كلام عارض بصيانة إنها وبايا لما ضل فرقانة آلهي لرخوق مطال وصانا إن أتشوقت لي تهيرانا آلهي لرخوق قادي نشوق إن أتشوقت لي تهيرانا مش ميت النوم شكل القرقاني بنيات مع مديثان تتكناش نعيتك ويثان ذاك وليل بوثر عيثان قدم صورثان مخياني ثان بشمدان هدم مثوم زعلوا شارين النخثوم زاد قدام صلي وانصوم
دخورتي خس خطيثان زاد الغصان ونصون دخورتي خس خطيثان قوريان خذع من الشيم بصلوثان صبر ورمشين هذا مشخينان زاد قديشين وقيمي صرت دخيثان داذا معال هذه ذبرين صومدا لها يثقرين عالدعوار وقدان اشترين اطرد وافق من جنثان على دعوان ويدان شرير اطرد وانفر من جنثان هذا عابل النيتين تخبرنا شنو شنرتين وانطيب زواد ونختين بنتمنى نخشى ميثان